السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سباركس، عاملين ايه؟ انا كيان من بلاي ليست سوفت سكيلز، مهارات حقيقية مش كلام تنمية بشرية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مهارة حل المشكلات وازاي نفهم المشكلة ونحلها بشكل صحيح، لكن في خطوة مهمة جدا بتيجي بعد ما نفهم المشكلة، وهي اتخاذ القرار. لان ساعات المشكلة بتكون واضحة قدامنا والحلول موجودة، لكن بنفضل واقفين مكاننا لاننا مش عارفين نقرر. هل اغير الشغل، ادخل المشروع ده، اكمل في القرار ده ولا ارجع؟ كتير من الناس بتتعامل مع القرارات بطريقتين: اما التردد طويل، اما قرار سريع مبني على احساس لحظي. لكن علم النفس وعلم اتخاذ القرار بيقولوا ان في طريقة عملية بتساعدنا ناخد قرار افضل. في الحلقة دي هنتكلم عن 5 خطوات عملية مبنية على ابحاث علمية تساعدك تاخد قرار بشكل اوضح واحد. اول خطوة معانا ان احنا نعرف المشكلة بدقة، لان اول حاجة في اتخاذ القرار انك تحدد المشكلة الحقيقية، وده اتعلمناه الفيديو اللي فات. بس خلينا ناخد مثال بسيط. لو شخص بيفكر يسيب الشغل، هو شايف ان المشكلة ان الشغل مش مناسب، لكن لما يفكر شوية ممكن يكتشف ان المشكلة ممكن تكون ضغط في الشغل، مديره صعب، مفيش فرصة للتطوير، المرتب ما بقاش مناسب. يعني القرار مش بالضرورة يكون ترك الشغل، ممكن القرار يكون ان هو يغير المكان بتاعه، او يدور على وظيفة تانية، او يتفاوض على المرتب. يعني ببساطة، قبل اي قرار اسأل نفسك سؤال مهم: المشكلة الحقيقية فين عشان اعرف احلها؟ الابحاث بتقول ان تعريف المشكلة هو اللي بيحسن جودة اتخاذ القرار. الخطوة التانية: حدد هدف القرار. بعد ما تحدد المشكلة لازم تسأل نفسك: أنا عايز إيه من القرار ده؟ كتير من الناس بتاخد قرارات من غير ما يكون عندها معيار واضح تقيس بيه. يعني لو عندنا شخص محتار بين وظيفتين، لازم يسأل نفسه: إيه أهم حاجة بالنسبة له؟ المرتب ولا الاستقرار ولا التعليم ولا وقت الفراغ؟ لازم على الأقل تكتب 3 معايير مهمة بالنسبة لك في القرار ده. يعني لما يكون عندك معيار واضح هتقدر تقارن بين الاختيارات بشكل منطقي. الخطوة الثالثة: وسع الاختيارات. العقل البشري أحيانا بيقع في خطأ اسمه الباينري ثينكينج، التفكير الثنائي. بنفكر إن قدامنا اختيارين فقط: أسيب الشغل أو أفضل فيه. لكن في الحقيقة بيكون في اختيارات كتير. يعني مثلا إنك تدور على شغل تاني، أو تطلب إنك تغير القسم بتاعك، أو تبدأ في مشروع جنب الشغل، أو تتعلم مهارة جديدة تساعدك. يعني كل ما عدد الاختيارات بيزيد كل ما القرار يكون أحسن. يعني على الأقل اكتب 5 اختيارات قدامك واختار منهم واحد تمشي بيه، حتى لو حسيت إن الاختيار ده غير واقعي في البداية. الهدف هنا إنك توسع تفكيرك، مش إنك تختار. الخطوة الرابعة: قارن بين الاختيارات. من الطريقة العملية في اتخاذ القرار طريقة اسمها مصفوفة القرار. فكرة ببساطة إنك تكتب المعيار وتقارن كل الاختيارات بناء على المعيار ده. يعني مثلا لو عندك وظيفتين، المعايير اللي عندك هتكون المرتب، التعليم، والراحة، وتقيم كل معيار من دول من 10. لما تجمع النقاط هتلاقي الصورة بقت أوضح، تقدر تختار الحل الأمثل. الميزة في الطريقة دي إنها بتقلل تأثير التوتر والعاطفة وضغط الناس، وبتخلي القرار أقرب للمنطق. الخطوة الخامسة: جرب القرار. في علم النفس السلوكي في فكرة مهمة اسمها التجربة قبل الالتزام الكامل. يعني قبل ما تاخد قرار كبير جرب نسخة صغيرة منه. يعني ببساطة، قبل ما تسيب شغلك وتبدأ مشروعك، جرب المشروع بشكل جانبي، اختبر الفكرة في السوق، شوف ردود فعل الناس. قبل ما تغير مجالك خد كورسات، جرب تدريب، اتكلم مع الناس في المجال. ان الفكرة هنا انك تقلل المخاطر وتتعلم من التجربة. في قاعدة مهمة في اتخاذ القرار: ان مفيش حاجة اسمها القرار المثالي. في علم النفس في مفهوم اسمه القرار الجيد بما يكفي. يعني بدل ما تفضل تدور على القرار المثالي، اختار القرار اللي يحقق أهدافك بشكل معقول. لأن البحث عن الكمال غالبا يؤدي إلى التردد، القلق، تأجيل القرار. يعني لو عايز تحسن طريقة اتخاذ القرار، يبقى 1: اعرف المشكلة بدقة. 2: حدد هدف القرار. 3: وسع الاختيارات. 4: قارن بين الاختيارات. 5: جرب القرار قبل ما تلتزم بيه. الخطوات دي بسيطة لكنها مبنية على أبحاث في علم النفس والإدارة. قولنا في التعليقات حابب الفيديو الجاي يكون عن ايه. وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.